مش راضي عن صوتك، دايما مش راضي عن أدائك الصوتي، أو لما بتطلع تقول كلمة قدام الجمهور بتنتقد حالك، دايما بتقولي إن صوتك طفولي ومسرسع وبيجيلك انتقادات كتيرة منه، بتعاني إنك مش بتحب صوتك أو مش بتحب تسمعه. في الدورة دي هتتعلم إزاي تحب صوتك بخطوات عملية وبتمارين صوتية كمان. ما تنساش تتابع الفيديو للآخر عشان أهم خطوات عملية في نهاية الفيديو لازم تطبقها وتستمر عليها المدة عشان صوتك يتطور وعشان توصل لحب صوتك. الكورس المصغر ده هو رحلة في حب صوتك. لو جينا نشوف هنلاقي إن الصوت نعمة كبيرة قوي. تعالى كده اتخيل معايا انت أول ما اتولدت قعدت قد إيه كام سنة عشان بس تنطق اسمك، كام سنة عشان تعرف تقول بابا أو ماما، كام سنة عشان تعرف تقول حرف واحد أو تقدر تتواصل مع اللي حواليك. فصوتك يستحق إنك تحبه، إنك تحرر كل اللي اتقال من نقد سلبي عنه، إنك تبدأ تتعامل مع صوتك كأنه هبة ونعمة من الله وتبدأ تدربه وتتصالح معاه. في الكورس ده هنبدأ مع بعض نحرر كل المعتقدات السلبية عن صوتنا، ونبدأ نشوف إحنا ليه مش بنحب صوتنا، إيه اللي موقفك عشان يكون عندك كاريزما صوتية قوية وعشان تقدر تتواصل بصوتك بشكل فعال، سواء في خلال شغلك أو في حياتك الخاصة أو في كل موقف من مواقف حياتك. لأن لو جينا نبص هنلاقي إن الصوت هو أداة التواصل الأساسية ما بينك وما بين كل اللي بتتعامل معاهم، سواء مديرك، مرؤوسيك، رؤسائك، أهلك، صحابك، كل اللي بتتعامل معاهم من خلال الأداة الأولى في التواصل وهي الصوت. صوتك نعمة من ربنا، ولأن صوتك نعمة من ربنا وربنا وهبها لك لازم تحافظ عليه، لازم تعرف تعتني فيه، لازم تعرف تدربه، ولازم تعرف قدراته، ايه نقاط القوة اللي تبدأ تطورها وايه نقاط الضعف. طب خلينا نقول كده، ايه أسباب ان انا ما بحبش صوتي؟ ايه الأسباب؟ ايه أسباب عدم الرضا عن صوتي؟ ليك المفاجأة ان 99% من الناس ما بيحبوش أصواتهم لما بيسمعوها، لأن هم شايفين إن أصواتهم دي يعني مش زي أصوات المغنيين أو مش زي الأصوات اللي هم متخيلينها أو متصورينها في دماغهم. خليني أتفق معاك إنك بتسمع صوتك بنسبة 60% أعلى من إن الناس بتسمعه، لأن عندك كافيتي، عندك تجاويف في المخ، عندك تجاويف في الرقبة، عندك تجاويف في الشست، وكل ده بيكبر صوتك وكل ده بيخلي صوتك يبقى أحلى. فلما بيجي صوتك يطلع للهواء أو يطلع للفراغ ده اللي مفيش فيه تكبير، بيبدأ يفقد جزء منه، فبالتالي أنت لما بتسمعه ما بتكونش حابب أنك تسمعه. وأحيانا لما بتسمعه من خلال انسترومو زي مثلا موبايل، أو مثلا أنك تسمعه في تسجيل صوتي، أو أنك تسمعه من خلال اتصال هاتفي. وطبعا كل الانسترومو دي أو كل الأدوات والأجهزة دي مش بتلقط الصوت زي ما الودان بتلقطها، لأن ربنا سبحانه الله وتعالى خلى الأذن تلقط بشكل تري ناتورال، بشكل طبيعي جدا وبشكل تلقائي، زي العين ما بتلقط والكاميرا بتلقط ألوان مش بنفس الجودة اللي بتلقطها العين. كذلك الأجهزة ما بتقدر تلقط اللي بتلقطه الأذن، اللي ربنا خلقها وحباك بصوت وأذن. سبحان الله، يمكن السمع جه في القرآن قبل الأفئدة وقبل الأبصار، فالسمع تقدر بيه تجيب معلومات كتير قوي، تقدر تجمع معلومات. يعني وأنا قاعدة دلوقتي بسجل لكم الكورس، أنا قاعدة يمكن في قاعة، أنا سمع بره صوت طيارة، سمع صوت عصافير، سمع أصوات كتير قوي مش شايفاها، ولكن السماع عندي أو الأذن عندي هي تقدر تدرك أبعاد أكتر من اللي العين تدركها، وأكتر من اللي أي حاجة من حواسنا تدركها. الأذن بتقدر تدرك ده. عشان كده بقول إن صوتك مش وحش. دايما أقول لا يوجد صوت سيء، ولكن هناك استخدام سيء للصوت.
في استخدام سيء للصوت، في الناس اللي بتصرخ، في الناس اللي بتزعق بصوت عالي، في الناس اللي بترهق حالها من غير ما تدرب صوتها كويس، في الناس اللي بتدخن، في الناس اللي بتعمل عادات غذائية خطأ ان هي تاكل سبايسز كتير او تشرب مية ساقعة. ده كله بيضر صوتك، ده كله ممكن يضر صوتك بطريقة سلبية انت منك متخيلها. فبالتالي بقول ان الصوت لازم تدرك انه نعمة وهبة. لما بيكون لا قدر الله عند حد برد وما بيقدر انه يتكلم، مش عارف يوصل اهدافه، مش عارف يوصل مشاعره، مش عارف يوصل مش عارف يتواصل بشكل طبيعي مع الاخر، قد ايه هيدرك ان صوته نعمة، قد ايه هيدرك ان صوته هبة، وقد ايه هيقول الحمد لله كل يوم على نعمة الصوت. تخيل كده الناس، أنا دايما بقول إن هم ذوي قدرات وهمم عالية جدا، مش قدرات خاصة. الناس اللي هم بيكون البكم والصم، تخيل كده هم منهم قادرين إن هم يوصلوا للعالم أصواتهم، بيكون نفسهم إنهم يسمعوا مذاق صوتهم الخاص. لو بدأت تتخيل ده هتحس إن صوتك نعمة كبيرة قوي، هتحس إن صوتك هبة كبيرة قوي من الله، هتبدأ تبص لصوتك بمنظور مختلف تماما. طيب ليه أنا مش بحب صوتي؟ سؤال كتير قوي ناس بتجيلي وتقول لي أنا ليه بكره صوتي؟ أنا ليه ما بحبوش؟ خلينا نتفق إن كلنا بنحب صوتنا وإحنا صغيرين، بس أول ما بيجيلنا انتقادات أو تعليقات سلبية على الصوت بيبدأ عندنا ناقد داخلي، وبنبدأ إحنا للأسف الحاجة اللي بنكرهها أو الحاجة اللي بنسمعها كانتقاد بنبدأ إحنا نوجهه لنفسنا. بمعنى انه لو واحده مامتها قالت لها انت صوتك مش حلو، او باباها قال لها انت صوتك عالي او مسرسع، او ليه بتصرخي، او واحده زوجها قال لها انت صوتك كتير موتر، بتبدا هي بعد كده اللي تشتغل كناقد داخلي لنفسها. هي اللي تقول لنفسها انا صوتي وحش، انا صوتي مسرسع، انا صوتي موتر. وكتير بيجولي على الكورسات وببدا معاهم الكورس كرحله لحب الصوت، واللي النهارده هنعمله في الكورس ده ككورس مصغر ان احنا نبدا نحب صوتنا ونعيش في رحله ان احنا نعتني بصوتنا، ويكون العلاقه ما بيننا وبين صوتنا علاقه كوبيراسيون، علاقه تعاون، مش علاقه اوتوريتي، مش علاقه سلطه، مش علاقة ان انا بأمر صوتي لازم تطلع في الوقت المناسب عشان عندي اجتماع، وعشان عندي سبيتش هألقيه قدام آلاف من الناس، او عشان عندي محاضرة، او عشان عندي النهاردة لازم اتواصل مع عميل مهم قوي على التليفون، مكالمة تليفونية احترافية. فخلي بالك صوتك اذا بتحبه وبتتعامل معاه في علاقة تعاون وعلاقة شراكة هيديك. اما لو انت منتظر منه دايما انه يديك من غير ما تعتني فيه، من غير ما تدربه، من غير ما تهتم بيه، صدقني هيخونك في اصعب الاوقات اللي انت محتاجه فيها. يعني كان عندي ليدي هي كانت مانجر وكانت محتاجه صوتها في امس حاجه لصوتها، كان اجتماع مهم قوي وبدا يجي لها برد، وما كانت قادرة أبدا إنها تتواصل مع الشركة أو تتواصل في السبيتش اللي المفروض تلقيه قدام آلاف من الناس بصوتها. فصوتها خانها في الوقت ده. ليه؟ لأن هي دايما بتشرب مية ساقعة، بتتعرض لتكييف بارد، ما بتاخد جاكيت في الشتاء، ما بتحبش تلبس تقيل، فكل الحاجات دي بتأثر على الصوت. كذلك هي ما بتهتم بالنظام الغذائي الصحي، أو إنها تلعب رياضة، أو إن هي تتنفس أو تعمل تمارين وارم أب تسخين للصوت. فطبعا الصوت لازم يخونها ولازم يضعف في الأوقات اللي هي محتاجاه فيها، لأن هو مضغوط عليه. الأحبال الصوتية دي رقيقة جدا. انت لو عرفت ان الاحبال الصوتيه المفروض تصدر 20% بس من الصوت، وال80% يصدر من الجسم، من باقي الجسم، من الدايفراماتيك بريذنج، من التنفس العميق، وكمان من باقي الجسم بالتعاون مع وضعيه الجسم السليمه وحركه الجسم والبادي لانجوج، وانك تكون محرر صوتك وما يكون في توتر. هتعرف ان الاحبال الصوتيه المفروض تصدر 20%، وال80% الباقيين يصدرهم باقي الجسم. لكن احنا للأسف بنخلي وبنجبر الأحبال الصوتية انها تصدر 80%، فبنعمل لها ما يسمى بالفوكال فاتيج، الإرهاق الصوتي، ونيجي في الآخر نقول احنا ما بنحب صوتنا. احنا ما بنحب صوتنا لأنه واحد اتعرضنا لانتقادات كبيرة قوي وبدأنا احنا نكون الناقد لأنفسنا، اتعرضنا لقصص مش بتاعتنا. يعني واحدة كان صوتها كتير أنثوي، ومن كثرة ما طبعا الميديا عايزة تحول الست تبقى راجل وصوتها ما يكون ناعم، طبعا
هي بتتلاعب بالاصوات، يعني تتلاعب. لو هي عايزه الست تبقى انثويه هتيجي في عصر مارلين مونرو تلاقي الصوت ناعم. لو الميديا عايزه تخلي الست تبقى فيمينست خلاص هتخلي الصوت قوي واجش. فالميديا بتتلاعب بده. فبدأنا احنا كمان كمجتمع نحارب الأصوات الأنثوية. يعني الليدي دي كل مشكلتها انه هي صوتها جميل، الناس بتتنمر عليها ان صوتها جميل وصوتها ناعم وصوتها رقيق قوي، فبيقولوا لها بتتكلمي بالطريقة دي ازاي، وانت ليه صوتك ناعم كده. طبعا بتسمع كتير مقولات وهي منا قصدها انها تكون دلوعة، منا قصدها انها تكون هند رستم الثانية، منا قصدها. هي بتتعامل بروحها، هي بتتعامل بطبيعتها، هي طبيعتها سوفت، طبيعة رقيقة جدا جدا، فبتتعامل بيها. ولكن للأسف عيلتها منا حابة ده. فأنا عايزة أقول لك عيش نفسك انت مهمتك انك تدور على الاوثنتيك فويس بتاعك، تدور على الصوت الطبيعي، الصوت الحقيقي بتاعك. وده بيدربك مدرب صوت. يعني انا في الكورسات بتاعتي، في كل كورساتنا بحاول كل اللي بعمله معاك انك تحرر صوتك وتوجد الاوثنتيك فويس، الصوت الحقيقي بتاعك. طيب من اول المشاكل خلينا نكره صوتنا. انا منا عايزه اقول كلمه نكره لانها كلمه تقيله قوي. هقول مش بنحب صوتنا او مش متصالحين معاه. هي الانتقادات اللي تعرضنا لها من المدرسين، من الاهل، من الاصدقاء، من الاقارب، او حتى من الشغل. يعني ممكن حد يكون في الشغل وبيتكلم بطريقه كتير لطيفه والناس تتنمر عليه، تقول له وانت اسلوبك عامل كده ليه؟ وانت اسلوبك ليه ملزق كده؟ فدايما هتلاقي انتقادات من الناس. ولو انت اسلوبك فيه فظاظه وخشن هتلاقيهم بيقولوا لك ايه ده، طب ما تخليك رقيق شويه، تخليك طيب شويه، تخليك ودود شويه. فانت المفروض تعمل اللي انت عايزه او اللي يمليه عليك ضميرك المهني والاخلاقي. ما تنتظرش الناس يقولوا لك ايه. يبقى هنرجع تاني لاسباب عدم حب الصوت. ومن اسباب عدم حب الصوت كمان انك بتستخدمه بطريقه سيئه. في ناس بتعلي طبقة صوتها عالية جدا جدا وتعلي وتتخانق وهي بتتكلم، وفي ناس تانية بتخفض طبقة صوتها وتتعامل بالصوت الخشن أو بالصوت القوي، يعني عشان تدي قوة وتدي authority وتدي سلطة. فبالتالي بيستخدموا صوتهم يا إما منخفض قوي، يا إما عالي قوي، يا إما بطيء قوي، يا إما سريع قوي بإيقاع سريع قوي أو بإيقاع بطيء قوي. فما بيعرفوا يستخدموا صوتهم الاستخدام الأمثل أو الاستخدام الصحيح. لو عرفت تستخدم صوتك الاستخدام الأمثل أو الصحيح هتحبه، هتعرف توظفه في شغلك، هتعرف توظفه في كل المواقف اللي انت بتتعامل بيها. أحيانا في ناس صوتها ما بيعرفوا يتحكموا فيه في وقت الغضب، تلاقيه الصوت بيرتعش وبيتضايق، الشخص يتضايق جدا يقول لك انا كنت حاسس ان انا صوتي مهزوز وكنت حاسس ان انا صورتي وحشه قوي وانا بتكلم يعني. فبالتالي هو منه عارف يستخدمه كويس. لو عرفت تستخدم صوتك صح هتحبه. يعني احنا لما بيجي لنا حد على الكورسات بيبقى معانا مثلا 5 أسابيع او بيكمل معانا ادفانسد كورسز، فبقول له ايه انطباعك عن صوتك في اول مره؟ يقول لي انا ما كنتش بحبه ومش عارف استخدمه، كان صوتي عنده مشكله الصوت الطفولي او السرعه. بعد مرور كذا اسبوع وياخد التقنيات ويتدرب عليها احساسه بصوته بيبدا يتغير. كذلك لما بيطبق التمارين ويطبق معانا التقنيات صوته فعلا بيتطور، صوته بيطلع افضل قدراته، لان احنا بنشتغل معاك على نقاط القوة اللي انت مش شايفها في صوتك ونقاط القوة اللي انت مش شايفها في شخصيتك اصلا. فلما بتدرب صوتك وبتكتشف اجمل ما فيه بتبدأ تحبه. عارف عامل زي ما حد ما يكونش بيعرف يتصور حلو قدام الكاميرا، بس لما الكاميرا مان يوقفه كده ويقول له تعالى والله انا هوريك البوستير الحلو او الوضعية الحلوة انك تتصور بيها، هيبدأ يتصور وهيبدأ يرضى عن شكله قدام الكاميرا. من اسباب عدم الرضا عن الصوت او عدم حب الصوت كمان ان انت في جوانب في حياتك مش راضي عنها. في ناس مثلا مش راضية عن انجازاتها، في ناس مش راضية عن شكلها، في ناس مش راضية عن ان هي ثقتها بنفسها، في ناس مش راضية عن الالير تبعها، عن مظهرها، في ناس مش راضية عن ان هي ممكن هو يكون قايل لنفسه انه مش كاريزما. فكل ده بيبدأ ينعكس على الصوت وبيبدأ ينسحب على الصوت. يعني في حد ممكن يكون مش راضي عن أدائه في شغله أو مش راضي عن علاقاته الاجتماعية أو علاقاته في البيت، ده كله بيأثر على الصوت. من أسباب كمان إن الواحد ما يحبش صوته إن يقارن. المقارنة يا جماعة قاتلة.
حقيقي. يعني عندي ليديز بتقارن، يعني مره جات لي ليدي بتقول لي انا بقارن واحده صديقه ليا نفسها طويل قوي وانا نفسي قصير، مع ان ما شاء الله صوتها كان جميل قوي، صوتها حقيقي ما شاء الله تعرف تلون كويس قوي وصوتها رخيم جدا جدا، بس هي بصت لنقطه قوه عند واحده صاحبتها. انت لما بتقارن نفسك بحد انت بتقارن نقط ضعفك بنقاط قوته، فلا يعني هي عندها نقاط قوه بس بدات تقارن نفسها غير بنقطه الضعف بتاعتها ان هي ما بتتنفس بشكل طويل. حد مره كان بيقارن نفسه بالمحترفين، بيقول لي انا صوتي مش بالطريقه دي. طب ما المحترفين دول ده اخر فيرجن انت بتشوفهم فيه، اكيد ورا الكواليس درب صوته كتير قوي، يعني غلط الاف المرات وهو بيعمل برفورمانس لسكريبت معين. فبلاش مقارنه، المقارنه بتقتل الثقه بالنفس، والمقارنه هي اللي بتخلي الواحد يكره صوته او ما يحب صوته. فانا دايما اقول الاصوات اذواق، يعني في حد يجي انا بعشق السيده ام كلثوم، هي مدرسه تدرس، بس في عندي ليدي هي ما شاء الله يعني بتحب الاصوات الكوريه والاغاني الكوريه الحاجات السوفت، فما بتحب ام كلثوم، وطبيعي ان هي ما تحب ام كلثوم لان ام كلثوم السيده ام كلثوم صوتها كتير قوي، اما الاصوات الكوريه هي اصوات سوفت. صوت السيده ام كلثوم كاريزما قوه، فاللي يحب القوه هيحبها. يعني حتى المغني الواحد هيقول لك انا بحب الاغنيه دي منه بس مش بحب الاغنيه الثانيه دي منه. فالله سو ماتش ان احنا نمشي بمبدا ان الصوت اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. يعني احنا لو كلنا اذواقنا واحده السلع كلها هتبور بقى، فكل واحد ليه ذوق معين. فانت ما تزعلش لو حد قال لك والله انا ماني بحب الصوت الفلاني، ما تزعلش لو حد قال لك انا مش حابب صوتك، اتس اوكي براحتك ما تحبوش، لكن انا هحب صوتي لان هو جزء مني. لما تعرف ان صوتك هو جزء من هويتك، صوتك جزء من الكاريزما بتاعتك، صوتك جزء من التواصل بتاعك، صوتك جزء من كيانك. يعني في دراسه امريكيه بتقول ان الشخصيه تقسم ل 55% بادي لانجوج تاثيرها على الجمهور، 55% ان لغه الجسد تاثيرها على الجمهور 55%، وان الصوت تاثيره على الجمهور 38%، وان المحتوى او الكلام اللي انت بتقوله تاثيره بس 7%. وفي دراسه حديثه اكتر اسمها باي شارت قالت انه اللي انت بتقوله 10% وال90% هو الاكسبوجر او البراندنج، واللي انت بتقدر تعمله بصوت وبالبادي لانجوج بتاعتك، وبالاخص صوتك، لان صوتك بيعكس البادي لانجوج، صوتك بيعكس التلوين، صوتك بيعكس كل اللي انت بتقوله، صوتك هو الاداه الاساسيه او اداه التواصل الاساسيه بتاعتك. تخلي بالك ان صوتك ده هو نعمه من الله. دي من الاسباب يعني على سبيل المثال مش الحصر ان احنا ما بنحب اصوات. في حد مؤخرا يقول لي انا ما بحب صوتي لانه بحس ان هو رفيع قوي، او انه طفولي قوي، او انه خشن قوي، او انه في تلعثم. كل دي مشاكل، او انه في عنده مشكله ما. دي مشاكل يا جماعه، روح لمدرب صوت او متخصص في الصوت يبدا يعالجها معاك، لكن ما تقعدش تمسك مشكله وتبدا تكره صوتك عشانها. طب انت عملت ايه بالنسبه لصوتك؟ يعني عامل زي اللي تخن وبيكره جسمه. طب ما تروح الجيم، طب ما تروح لنيوتريشنست يظبط لك الاكل بتاعك، طب ما تروح تلعب رياضه، طب ما تغير وجهه نظرك عن جسمك. فخلي بالك كويس قوي انه الصوت هو هبه من الله، الصوت ده نعمه كبيره قوي، وان الاسباب اللي انا قلتها واللي انا بدات اتكلم ان انت ما بتحب صوتك عشانها هي دي الاسباب اللي تخليك مش قادر انك تتواصل مع صوتك، مش قادر تقدر تستفيد من صوتك الاستفاده القصوى. لان اللي بيحب صوته يقدر يستفيد منه الاستفادة القصوى، يقدر يخلي صوته يخدمه في كل الأوقات. كل المشاكل أو العيوب اللي انت شايفها في صوتك هتقدر تحلها. عايزة أقول لكم إن كان في سياسي عربي بيتدرب معانا، هو ظلم صوته وبدأ ياخد عنه انطباع سيء لحاجه بسيطه قوي صغيره قوي. يعني جالنا مره قال انا تهتهت في كلمه من الكلمات والكلمه دي كانت صعبه، فبدات اعمل معاه تقنيه ان احنا نقسم الكلمات لسيلابلز، يعني الكلمات الكبيره نقسمها لسيلابلز. يعني واحنا بنتعلم فرنسي كانوا دايما يقولوا لنا ايه، مثلا كلمه تهانينا في لي سيتاسيون فكنا نقسمها لسيلابلز في لي سيتاسيون، او مثلا نيجي نقول الدستور constitution، فنبدأ نقسم هذه الكلمات. لما تلاقي كلمة صعبة قسمها. فالسياسي ده لما جه قال لي والله أنا بتهته والله أنا بتلعثم
وانا لقيته ما بيتلعثم خالص. هو اللي حصل ان هو كان قلقان ومتوتر وبدا يطلع قدام الجمهور وفي كلمات صعبه عنده وما اتدرب عليها كويس وما قسمها، ما استخدم تقنيه ان احنا نقسم dividing words in syllables، فما قسمها وبالتالي تلعثم قدام الجمهور. وكمان ما كان بيعمل تنفس عميق، لان التنفس العميق يخلي النيرفس سيستم او الجهاز العصبي بتاعك يهدى. Your voice is at the mercy of your nervous system. لما تعرف ان صوتك تحت رحمه الجهاز العصبي هتبدا تعرف انه عشان اكون واثق من حالي لازم اكون واخد تنفس عميق، ولازم اكون عامل diaphragmatic breathing عشان ابدا اقول صوت صح، عشان ابدا احرر النغمات الصوتيه بشكل كتير قوي وبشكل كتير صح. طيب لما اعرف كل ده مع مدرب للصوت، لما اتدرب كويس قوي هتلاقي نفسك بترتجل بعد كده، مش بس بتتكلم، لا هتلاقي عندك مهارة انك تحكي قصة، مهارة انك تكابتيفيت الاودينس بتاعك، انك تجذب الاودينس بتاعك. هحكي لكم على قصة. كان عندي مدير وكانت مديرته، يعني كان ليه مديرة في القسم، كان هو مدير لمجموعة من الموظفين، وكان في السوبرفايزر بتاعته كانت يعني ست متسلطة قوي، وكانت كل ما تناديله تحس ان هو بيترعب منها، هي كانت قارية الطاقة دي. فهو بدأ يقول لي ده، فبدأت أشوف إيه وضعية الجسد وهو بيكلمها. قلت له قلد لي كده أنت بتتكلم معاه إزاي؟ لقيت إن جسمه ما بيكون ثابت وما بيكون مفتوح وبيكون منحني شوية لقدام. فبدأت أظبط معاه وضعية الجسد، بدأت أظبط معاه تمارين التنفس العميق، بدأت أظبط معاه المايند سيت بتاعته أو إحساسه عن نفسه. بعد ما تغير كل ده مديرته ما بقتش تقول له باسمه، بقت تقول له يا أستاذ كذا، بقت تقول الأول الألقاب، بقت تقول له أستاذ كذا، بقت تحترمه مع إنه ما غيرش أي حاجة، ما غيرش كلام، ما عملش حاجة، يعني ما خدش ترقية، ما عملش أي إنجاز غير إنه بس غير وطور صوته، وده أكبر إنجاز. راح لها بكاريزما صوتية مختلفة، كاريزما تصلح لمدير، كاريزما تليق بقائد فريق. فبالتالي لما جالي قال لي يا مروة أنا مش عارف إيه اللي اتغير، أنا حاسس إن أنا بقيت شخص مختلف، أو هي اللي اختلفت. لا المديرة اختلفت، هي المديرة هي نفسها، ولكن اللي اختلف طريقة معاملتها ليه بناء عن طريقة معاملته لصوته ولنفسه. لما بدأ هو يعامل صوته بطريقة أحلى، لما بدأ هو يعمل vocal projection، بدأ يعمل عرض لكاريزمته الصوتية بطريقة أحلى للعالم وللمديرة بتاعته وللناس كلها والكل اللي ماشي حواليه، كل حاجة بدأت تتغير حواليه. فصدقني كل ما تغير وجهة نظرك عن صوتك والمايند سيت بتاعتك، وهنقول ان شاء الله خطوات عملية ازاي تحب صوتك، كل ما هتلاقي الدنيا بقت معاك افضل، وهتلاقي ان كاريزمتك الصوتية بقت اكثر تأثيرا، وهتلاقي ان انت بقيت تتواصل مع الناس بفاعلية، وهتلاقي انك بدأت تقنعهم، وهتلاقي انه التنمر عن صوتك او عن شخصيتك قل، وهتلاقي الاحترام لو ريسبي بدأ يزيد، احترام الناس ليك بدأ يزيد. عايزة اقول لكم ان دراسات حديثة اثبتت انه الشخص اللي بيتكلم كويس الناس بتبص له على انه ذكي جدا، وبتبص له على انه ليدر، على انه قائد. تعالى كده وشوف اي ليدر هتلاقيه بيتكلم، بيعرف يعرض نفسه قدام الجمهور كويس، بيعرف يكابتيفيت الجمهور، يعرف يجذبهم، بيعرف يحكي قصة، بيعرف يرتجل، بيعرف يعرض اكسبرتيز بتاعته، الخبرة بتاعته، بيعرف يحفز اللي تحت ايده او مرؤوسينه، بيعرف يوجه الشركات، بيعرف يقنع بالنسبة لوجهات النظر. كل دي بيعرف يحركها، كل ده بيعرف يحركه بصوته. طيب تعالوا كده نبدأ رحلة لحب الصوت. خطوات عملية هتبدأ تعملها النهاردة. هات ورقة وقلم وابدأ اكتب كل الانتقادات اللي توجهت لك عن صوتك أو الانتقادات اللي انت وجهتها عن صوتك، وابدأ اكتبها كلها واحرقها، وقطع الورقة واحرقها. ليه بقى بقول كده؟ لأنه الطاقة ما بتموتش، الطاقة بتنتقل من وسيلة لوسيلة أو من وسيط لوسيط. هتنتقل الطاقة السلبية اللي عن صوتك من عقلك وهتنتقل للورقة، وبعد كده انت هتقطعها أو هتحرقها. خلاص التوكيدات اللي كنت بتقولها السلبية لنفسك هتبدأ تختفي. دي أول نقطة. تاني نقطة أو تاني خطوة في العلاج إن احنا نبدأ نكتب توكيدات إيجابية لصوتنا. وتعالوا معايا كده نبدأ نعمل توكيدات إيجابية لصوتنا، نبدأ نرددها واحدة واحدة مع بعض، ونبدأ إن احنا كل يوم الصبح وبالليل تاخدها كده كأنه برنامج، الصبح وبالليل تردد لنفسك التوكيدات دي.
التوكيدات دي ممكن تضيف عليها على حسب ما يخدم صوتك. يعني شوف ايه الصفات اللي نفسك يكون صوتك عليها وابدأ اعملها. تعالوا كده نقولها مع بعض. أنا صوتي هبة من الله، صوتي لي بصمة مميزة فريدة، أنا صوتي صادق، أنا صوتي بيعبر عني بوضوح، أنا صوتي مؤثر، أنا بعرف أحكي قصة من قلبي تجذب كل اللي حواليا، أنا صوتي دافي ودود، أنا صوتي واثق، أنا في رحلة لاكتشاف صوتي وكل يوم بحبه أكتر وبعرف نقاط القوة اللي فيه أكتر وأكتر، أنا صوتي قيادي، أنا صوتي معبر، أنا صوتي متلون، أنا صوتي حر، أنا صوتي حر بيقدر يعبر بحرية وانطلاق عن كل اللي أنا عايزة أقوله، أنا صوتي جريء ومقدام. كل يوم هتبدأ تردد التوكيدات الإيجابية دي. أنا صوتي نعمة من الله وأحافظ عليه وأحميه، هتواصل بيه. أنا صوتي نعمة من الله وهبة من الله، أحافظ عليه وأحميه وأتواصل بيه بفاعلية مع كل اللي بحبهم وفي شغلي. أنا صوتي سبب لنجاحي الوظيفي، أنا صوتي سبب لتواصلي بفاعلية مع الجمهور، أنا صوتي جذاب ومؤثر. كل دي توكيدات إيجابية كل يوم تبدأ ترددها وتبدأ تضيف ليها. على الأقل اعمل 10 توكيدات إيجابية كل يوم لصوتك. في حد ممكن هتلاقيه قال لك صفة حلوة عن صوتك، يعني من الصفات الحلوة الحمد لله رب العالمين وهذا من فضل الله عليا. ناس كتير بتقولي صوتك مريح، ناس كتير بتقولي صوتك قوي، ناس كتير بتقولي صوتك مؤثر، فببدأ أكتب كل الصفات دي بكتبها. في ناس أكيد قالت لك صوتك حلو، زي ما في حد انتقدك في حد كمان قال لك صفات حلوة عن صوتك. ولو مش عارف تطلع الصفات دي تقدر تشترك معانا في كورساتنا ونقدر نقول لك على كل الصفات الحلوة اللي في صوتك. تقدر من خلال التدريبات اللي احنا بنعملها ومن خلال السكريبتس تشوف الجمال بصوتك، تشوف صوتك وهو بيزين أجمل السكريبتات، تشوف صوتك وهو بيمثل في الفويس اكتنج، تشوف صوتك وهو بيأدي في البودكاستنج، تشوف صوتك وهو بيأدي في الدبلاج والتعليق الصوتي، تشوف صوتك وهو مؤثر وقوي في كورس البابليك سبيكينج. تقدر تشوف صوتك وتحس بيه في كل ده. صدقني صوتك حساس جدا لمشاعرك، بس انت اللي عامل بلوك على مشاعرك. يبقى اول حاجة هتقطع كل اللي اتقالك عن صوتك، 2 هتكتب التوكيدات الإيجابية، 3 هتبدأ تحرر مشاعرك. يعني ايه تحرر مشاعرك؟ يعني لما تكون عايز تعبر عن اي موقف مضايقك تبدأ تكتب، ما تكبتش أحاسيسك ومشاعرك، لأن كل ما بتكبت أحاسيسك ومشاعرك صوتك بيصبح monotonous، صوتك بيصبح على وتيرة واحدة أو زي ال AI. كتير من الجينزي للأسف دلوقتي لما بيجوا بدربهم بحس ان هم زي ال AI لأن هم تعودوا يكبتوا مشاعرهم. الجيل الجديد ده ما بعرف ايه اللي حصل، بقوا يحبوا ان هم دايما يبانوا ان هم مشهورين، اقوياء، انفلونسر، مؤثرين، وما بيقبلوا ابدا انهم يكون عندهم نقاط ضعف. عادي انك يكون عندك نقاط ضعف وتبدا تعبر في بيئه امنه. ممكن تعبر في بيئة آمنة مع مدرب أنت بتحبه، مع صديق أنت بتحبه، مع أهلك، مع أي حد أنت بتحبه. مش شرط تروح لحد أنت منك بتحبه عشان تعبر معاه، مش شرط تعبر بشكل عام، عبر مع نفسك، حرر كل ده. طب يا مروة أنا مش بعرف أعبر بصوتي لما بتضايق، سجل تسجيل وطيره في موبايلك. طب مش بعرف برضو، اكتب ورقة وقطعها بكل المشاعر السلبية. طب برضو مش بعرف، ارسم. طب برضو مش بعرف، العب دوبلاج، العب فويس اوفر. طب برضو مش بعرف. في رياضات كتير بتحرر، دانسينج، الرقص، القوم اتمشى، كل ده تحرير للصوت. ثالث خطوة مهمة قوي انك تحرر الصوت، ما تكبته. كبت المشاعر مش بس بيحرمك من صوتك، ده كمان بيحرمك من جزء كبير من هويتك وكاريزمتك. ومش بس كده، ده بيجيب لا قدر الله امراض نفسية كبيرة قوي. 90% من الامراض النفسية سببها ان الانسان ما بيعبر. عايزه اقول لكم انه لما بيجي لنا عملاء بيبداوا يقولوا الكورس كان ثيرابي لينا،
كنا بنحس ان احنا بندخل بطاقة وبنخرج بطاقة ايجابية وبنخرج بطاقة مليانة نشاط وحيوية، يقدروا يكملوا الاسبوع بتاعهم او شغلهم ويقدروا يكملوا كل الانجازات اللي هم عايزينها خلال الاسبوع. ليه؟ لأن هو جه عبر. ليه؟ لأن هو بدأ يطلق سراح مشاعر مدفونة كتير قوي. حبس المشاعر ده مؤذي ومؤلم. أغلب الترومات النفسية بتيجي من حبس المشاعر أو كبت المشاعر. يبقى ثالث خطوة في طريق العلاج إنك تبدأ تحرر مشاعرك. رابع خطوة بقى، عشان ما نبقاش اتكلمنا نظري، وده على فكرة منه نظري، كل ما تكرر التوكيدات الإيجابية وكل ما تكرر انت قد ايه بتحب صوتك وكل ما تبدأ تحب نفسك أكتر كل ما صوتك هيتحسن ويتطور. رابع خطوة ودي مهمة هي تدريب الصوت. تدريب الصوت انك تعمل تمارين تنفس عميق، تدريب الصوت انك تعمل تمارين وارم اب، ومن الوارم اب اللطيف جدا جدا انك تبدا تعمل تمرين بسيط قوي. انا هعمله معاكم دلوقتي، تمرين بسيط قوي بس وارم اب جميل قوي. تعمله لمده 30 ثانيه 3 أو 4 مرات في اليوم. اسمه الليبترل او الليف فلاتر. التمرين ده يعتبر وارم اب او تسخين ليك قبل اي محاضره، قبل اي سبيتش ليك، قبل اي لقاء تلفزيوني، قبل اي مناسبه هتستخدم فيها صوتك. الليبترل تاخد شهيق والتنفس بدل ما يطلع في شكل صوت يطلع في حركه للشفايف. لو صعبه بالنسبه لك ممكن تحط الصباعين على طرف الشفايف. ممكن تعمله من غير صوت في الاول، يعني اقصد من غير ما تضيف له نغمه صوتيه، وممكن تضيف بعدها نغمه صوتيه. تاخد نفس وتكمل لمده 30 ثانيه وتلعبه مرتين أو 3 في اليوم. يعني تعمل التمرين أو تلعب التمرين ده مرتين أو 3 مرات في اليوم. ده هيكون مؤثر وحلو جدا جدا بالنسبة للصوت. ده من التمارين الحلوة جدا. تدريب الصوت مهم قوي قوي، إنك تدرب صوتك، تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط القوة عشان تعرف إزاي تخرجها وتطورها، وده اللي احنا بنساعدك فيه في كورساتنا. بنبدأ نوريك نقاط القوة اللي انت منك قادر تلاحظها، وبنبدأ نعالج معاك نقاط الضعف من غير ما تشعر بيها، عشان ما يكون عندك مقاومة أو ما تنتقد حالك كتير من غير ما بتشعر. احنا بنعالج نقاط الضعف وبتخرج من الكورس ما شاء الله في رحلة صوتية، وكأنك فعلا في رحلة في حب صوتك ومعرفة نقاط القوة بتاعته ونقاط الضعف. آخر نقطة واللي حابة أقولها كويس قوي، تدريب صوتك معناه انه كل يوم انت بتدرب صوتك. كل يوم ممكن تعمل له تمارين تنفس، تعمل التمرين بتاع الليبترل او تمرين الشفتين او المورم اب، تعمل رياضه 5 أو 10 دقائق مشي او جوجينج، هروله كل يوم هتساعد صوتك جدا. من الرياضات المهمه قوي لصوتك المشي، السباحه، الجري، اي رياضه تحس فيها تنفس هتلاقي فيها قوه لصوتك. انك تبدا حتى ولو تمسك سكريبت واحد وتبدا تتدرب قدام المرايه كل يوم بصوت عالي، وتبدأ بإيقاع بطيء، تبدأ تشوف إحساسك بالكلمات وتقدر تلون ده. عندنا كورسات كتير يعني إحنا بنلون فيها، زي فويس أكتنج، زي بودكاست، زي بابليك سبيكينج، زي دوبلاج وتعليق صوتي. بنبدأ ندربك على مجموعة كبيرة قوي من السكريبتات، مجموعة كبيرة جدا من السكريبتات اللي تبدأ تشوف نقاط القوة بتاعت صوتك ونقاط الضعف تبدأ تعالجها. كل ده ممكن تتدرب عليه. وخلي بالك إنك ممكن تحرر صوتك بطريقة يعني جميلة ولطيفة، انك تغني اغاني كرتون، اي اغاني، مش شرط تغني زي المغنيين المحترفين. دندن. الدندنة او الغناء بتحرر صوتك. اخر خطوة وهي خطوة مهمة جدا جدا لحب صوتك، انك تتابع الحالة المزاجية بتاعتك. ليه بقى؟ لانه الانسان لما بيكون زعلان حالته المزاجية بتأثر على صوته. خلي بالك كده لما حد يكون انت بتكلمه في التليفون ومش نايم كويس او متضايق، بتقول له صوتك مش عاجبني، مالك، في حاجة؟ فابدأ خلي حالتك المزاجية أغلب الوقت تكون حالة إيجابية وحالة كويسة، يكون المود بتاعك عالي. ما بقصد إن احنا ما نمر بأوقات فيها حزن، وإن كنت أنا كمان بمر بأوقات كتير فيها حزن، أوقات فيها مشاعر داون، بس ما بسيب حالي ليها. يعني لما باجي أطلع في محاضرة ببدأ أعمل elevating للإيموشنز، ببدأ أرفع المشاعر بتاعتي عشان الجمهور ملوش ذنب إن هو يبدأ يسمع صوتي هو حزين. أنا طبعا مش بقولك إنك ما تكونش إنسان،
كون إنسان بس ما تعيش في لحظات الحزن كتير، لأن ده بيأثر على صوتك وبيخلي صوتك ممزوج بمشاعر كتير سيئة. فابدأ خلي أغلب الوقت بتاعك مشاعرك إيجابية، وعشان مشاعرك تكون إيجابية راقب أفكارك، راقب مشاعرك، بمعنى إنه لو أنا حسيت إن مشاعري حزينة أبدأ أحرر المشاعر دي عشان أبدأ أتخلص من الشعور ده ويبدأ يكون عندي مشاعر فرح. ما بقولكش قاوم المشاعر اللي هي تكون داون أو المشاعر الحزن أو مشاعر اللي يكون عندك فيها حاسس شوية إنك مش فرحان، ولكن بقولك ما تعيش فيها طول الوقت، لأن هي بتحرمك من قوة صوتك، بتحرمك من رينج واسع قوي، من مدى واسع قوي تقدر تعبر بيه عن صوتك. تمرين بسيط جدا جدا، لو حسيت إن مشاعرك داون قوم اعمله. التمرين ده بسيط قوي قوي، تمرين الواحد مستقيم أو الظهر المفرود. خليك قوم كده وافرد جسمك كله وافرد ايديك، وابدأ خلي جسمك كأنه واحد مستقيم، كأنك واقف للصلاة. الوضعية دي مدة 30 ثانية لدقيقة هتخلي حالتك المعنوية أو حالتك النفسية تبقى حلوة. ممكن تتمشى، ممكن تطلع في حديقة، ممكن تطلع على البحر، ممكن تطلع في التراس تبعك أو في بلكونة، ممكن تبص من شباك على السماء، ممكن تطعم بيتس، أي حيوان تحب تطعمه. عايزة أقول لكم من الحاجات اللي ممكن تضيع أي مشاعر كآبة إنك تنزل تطعم مجموعة من الكلاب، تنزل تطعم مجموعة من القطط، تنزل تطعم مجموعة من اليمام. صدقني هتحس بمشاعر عطاء ومشاعر مختلفة تماما، يعني تحس إنه أنت بقيت يعني في منتهى السعادة لأنك بتعطي، فالعطاء قمة السعادة. اعمل ده وهتلاقي حالتك النفسية، أو ساعد حد. يعني أنا بقول إنك تطعم روح جعانة زي أرواح الحيوانات اللي في الشارع، أو إنك تساعد حد، صدقني هتحس بمنتهى السعادة ومنتهى العطاء. وصدقني وناس مجربة إنها تطعم حيوانات عن كمية السعادة والفرح اللي بيحسوا بيه وبيشعروا بيه، صدقني هتحس بشعور جميل قوي مختلف تماما. خلي بالك إن صوتك هو مرآة روحك، فدايما حافظ عليه، اهتم بيه. حاول انك دايما تفرح نفسك او ترفع حالتك، عشان صوتك بينعكس عليه كل المشاعر اللي عندك. صوتك هو الوسيلة الأولى اللي بتتواصل بيها مع الناس، صوتك هو اللي بيعكس الكاريزما الخاصة بيك، صوتك هو ممكن يكون أداة ترفع من رقيك الوظيفي، وممكن كمان أداة تخلي المديرين بتوعك يتخانقوا معاك أو ينزلوك في الدرجات أو يعطلوا ترقيتك. يعني عندي جنتلمان كان دايما يتعصب على المدير بتاعه، كان موقف له الترقية بتاعته كذا سنة. فأنت في غنى إنك يعني صوتك يبدأ يخونك، في غنى إن your temper أو الغضب بتاعك يبدأ يلون صوتك بمشاعر كتير فيها سلبية أو مشاعر كتير حادة. فبليز ابدأ بص لصوتك على إنه مش مجرد أداة بسيطة للتواصل، لا ده هو أداة قوية للتواصل، أداة بتوضح للآخرين شخصيتك عاملة إزاي، بتوضح للآخرين الكولتور تبعك أو الثقافة بتاعتك عاملة إزاي، لأنك بتختار أو بتنتقي كلمات فبيحسوا بمستوى ثقافتك ومستواك الاجتماعي من خلال صوتك. بتوضح للآخرين أنت قد إيه بتحترمهم وقد إيه بتحترم حالك وبتقدره، لأنه الإنسان الواثق من حاله أو اللي بيقدر نفسه صوته بيطلع بطريقة فيها كاريزما، صوته بيطلع كونفيدنت، صوته بيطلع فيه حرية كبيرة قوي، صوته بيطلع متألق أكتر من لو حد بيعبر عن حاله وهو منه واثق من نفسه أو عنده لو سيلف استيم. دي كانت دورة مصغرة عن الصوت، يا رب ما كنتش طولت عليكم، بس حبيت ان انا اناقشكم في كثير من النقاط اللي ناقشت فيها الاف من المتدربين، والحمد لله رب العالمين بفضل الله ساعدتهم انهم يحبوا صوتهم ويشوفوا النور في ارواحهم. كمان انت كمان حب صوتك وشوف النور في روحك، لان صوتك هو مرآة روحك. كانت معكم مروة الإبياوي، مدربة الصوت والتحدث الجماهيري والدبلاج. اشوفكم بكل الخير والحب.